نأسف للانقطاع، وهذا هو الجزء الثاني من لقاء الدكتور محمد خير عمر. السلام عليكم. دكتور. هلو. السلام عليكم، سامعني؟ اوكي. هلو. السلام عليكم. عليكم السلام، سامعني؟ أنا سامعك. أوكي. أهلا. طيب، طبعا انقطع البث وكذا في الجزء الأول، ونحن إن شاء الله الآن نبدأ في الجزء الثاني من الموضوع الذي بدأناه، وقد تناولنا، ومعنا طبعا الدكتور محمد خير عمر، وقد تناولنا في الحلقة والجزء الأول هو يعني الأطماع يعني تيغراي في إريتريا منذ أكسوم إلى ومرورا بالعلاقات التي مرت من آسيا يوهانس إلى اللولا وإلى علاقات ويانا تيغراي بالثورة الإريترية، وإلى أن وصلنا إلى موضوع الاستقلال إريتريا. والآن في هذا الجزء نتناول علاقة المعارضة الإريترية بويانا تيغراي. هناك دكتور محمد خير اتهامات كثيرة أنه ويانا تيغراي لم يكونوا صادقين في دعمهم للمعارضة الإريترية. يعني هذا في سؤال كبير وعلامة استفهام كبيرة جدا يعني. فيعني لو كان هناك هم اصلا صادقين اليوم ما كان هم خرجوا من اديس ابابا وتجمعوا في مقله يعني، واصبحوا محاصرين يعني في تيغراي يعني. فهناك راي انه هم ارادوا فقط يعني انه المعارضه الاريترية لانه ربما الموازنه اصبحت بالنسبه لهم بقاء السياسي افضل أما المعارضة الإريترية التي تؤمن بالاستقلال الوطني الكامل يعني. وإذا كان أصلا هم عندهم أطماع في إريتريا المستقبل أكيد ما حيدعموا المعارضة الوطنية الإريترية المستقلة. فيا ريت تتناول هذا الموضوع، وأنت أكيد من المتابعين لهذا الشأن يعني. طبعا كلامك صح من جانب. فأنا أفتكر إنه طبعا أي دولة عندها مصالح، أي دولة نعم. عندها مصالح وتراعي مصالحها الخاصة. جيد. ونحن كمعارضة إريترية برضو عندنا مصالح ومفروض نراعي مصالحنا الخاصة. نعم. فأنا أعتقد من خلال تقييمي، أنا متابع من السيمينار بتاع المثقفين، المؤتمر الوطني الديمقراطي، اجتماعات بتاع عواسة للشباب وكده. فأنا أفتكر حصل شوية تغيير بعد وفاة مجلس زيناوي. أفتكر كان في أكثر جدية للتعامل مع القضية الإريترية في أثناء وجود مجلس زيناوي. هذا ما لمسته شخصيا بعد. لكن أشوف إنه الشيء الأساسي كان لأنه كان في اتخلقت عداوات بين الإريتريين بالذات وتيغراي، لأنهم طلعوا إريتريين أخذوا المصالح الاقتصادية بتاعتهم ودخلت نعرات، طردوا عدد كبير من الإريتريين، والناس كانت تشوف في التلفزيون جايين يعني بظروف صعبة وكده. فكانوا دايرين يعالجوا المسألة دي. أنا أفتكر كده يعني الهدف الأساسي بتاعتهم كان إنه أنا أعتقد إنه ما كانوا جادين في إسقاط نظام سياسي. أنا أفتكر هم هدفهم الأساسي كان إنه يمكن إنه الشعب الإريتري ده يزهج من الوضع الموجود وكده ويجي تكون في علاقات. فالهدف الأساسي بتاعتهم أنا أفتكر ركزوا فيه، وده خطأ كبير هسه قاعدين يتحملوا التبعات بتاعته، إنه هو كان خلق تسليح العلاقة بين الشعبين بالذات التيغرينيا في إريتريا وفي وإريتريا برضو. لكن نكون صادقين برضو هم كانوا يتعاملوا مع التنوع العرقي والإثني في إريتريا، وكانوا يشوفوا إنه
ما ممكن تنجح، يعني ما ممكن ينجح اي نظام يجي في اريتريا ما ياخذ في الاعتبار التنوع الديني، التنوع الاثني في اريتريا. طبعا عندهم كان هم قاموا بالنظام الفدرالي، و ودايرين برضه اريتريا تمشي بنفس النمط. فمثلا خلقهم لتنظيمات اثنيه بعد منا، يمكن ما كان عندنا ناس، كانوا نفرين او ثلاثه، زي تنظيم البلين، تنظيم الساهو وغيره. وبعدين بشوف برضه كان في اختلاف في التعامل مع المعارضه الاريتريه. فالمخابرات بتاعت تجراي في بالذات في تجراي كان عندهم اولويه مع بعض المنظمات الاثنيه بالذات، يعني التنظيمات الاثنيه. نعم، مع التنظيمات، بعد التنظيمات الاثنيه كمان، مش كلها. وكان يدفعوا في اتجاه انه هذا البتاع. لكن للتاريخ انا بشهد برضه بقول انه هم كانوا حريصين على مثلا المؤتمرات انه تكون جامعه، انه ما ممكن انت تقصي مجموعه وتقوم مجموعه ثانيه. انا برضه بعرف انه كان في توجهات انه ما ممكن شيء ينتصر في اريتريا بدون مشاركه القطاع الاوسع اللي هو غير التجرينيا وكده في اريتريا. لكن الهدف الاساسي بتاعتهم كانوا دايرين يسلحوا العلاقات اللي تسدد نتيجه الطرد بتاع الاريتريين، اخذوا ممتلكاتهم، فبدوا يرجعوا الممتلكات بتاعتهم وكده، وركزوا في الجانب ده، وده ربما كان الهدف الاساسي بتاعتهم. طيب بس بس اضيف نقطه واحده، اللي هي برضه نحن ما ننسى انه نقيم نفسنا، ونقيم نقاط نفسنا صحيح، ونقيم نقاط الضعف بتاعتنا. برضه يعني ما كل حاجه نخط على ناس معين. اذا نحن مثلا اقوياء متحدين مع بعض، ما في جهه، كل الجهات حتقبلنا. يعني كان في تجراي، كان في السودان، كان ما ممكن طلعنا برضه من السودان. فبرضه في الجانب ده. لكن هم كسياسه، انا افتكر السياسه الرئيسيه كانت خلق علاقات بين الشعبين. في مثلا عدد كبير من الطلبه لقوا فرصه بتاع الجامعات وكده، تم تسليح العلاقه دي. ناس جو من برا شافوا اثيوبيا ماشيه وين والتقدم الموجود في اثيوبيا وكده، وبعض الناس بدوا يقولوا لي يا اخي، نصهم يقولوا لي انفصلنا من اثيوبيا، ما كان احسن لنا من اثيوبيا وكده. فانا اشوف التجراي يعني شايفين انه اريتريا لو جات معاهم، حتى انه يا مثلا حس يمسك نظام معين، لكن بعدين يكون عنده علاقات وثيقه مع التجراي، او يخش في فدراليه او ما في كونفدراليه مع اثيوبيا، انه في داخل اثيوبيا كان يشوفوا انه بدون اريتريا هم ما حيقدروا ينجحوا يعني. فدايرين يمسكوا اريتريا معاهم والاريتريين معاهم. فمن ضمن الاخطاء انه طبعا احتكروا العلاقه بين اريتريا واثيوبيا. يعني المعارضه الاريتريه ما كانت تقدر مثلا تلتقي بالاورومو، تلتقي بالجنوب، بالاحزاب الاخرى، فكانت محتكره من التجراي. وافتكر الهدف الاساسي منها كان تحسين العلاقه بين الشعبين على المدى الطويل، بعد كده حتتصحح وكده يعني. واي دوله في نقطه دكتور في النقطه دي، المهم اكمل الجمله اللي انت عاوز تقولها. لا قول، كملت. اوكي، يعني في النقطه دي لو انت رايت الان الناس دي كانوا يحكموا اثيوبيا مده 27 سنه، صح؟ وكل همهم كان موضوع اثيوبيا. الان لما تمت يعني او حوصروا في تجراي، الان جات مساله اريتريا. يعني لو انت شفت النخب يعني بتاع تجراي الان كله تركيزه على انه كانه اريتريا دي جزء منها، يعني كانه موضوع البحر، كانه موضوع يقول لك حتى لو يذكروا موضوع اكسوم وادوليس وكذا يعني شيء عجيب. والكلام ده كله يتم تفريغه داخل تجراي وفي مرأى ومسمع من حكومه تجراي ويعني تجراي، كانما هناك موافقه مبدئيه على الكلام ده. اوكي، فنحن ما نقدر ناخذ النازل بحسن نيه. وحتى موضوع اللي انت ذكرته انه هم كانوا عاوزين موضوع المجلس الوطني. المجلس الوطني عام 2011 والناس تم يعني اختيار المجلس الوطني باراده حره من الاريتريين، ولكن النازل تقريبا زي رفعوا منه يدهم، لانه شافوا يعني ربما المجلس ما تم اختياره بمواصفات اللي هم عاوزينها، ما تمت مصادقه الاوراق بالمواصفات التي يريدون،
ولذلك جاء موضوع شباب بتاع دبرزيت، وجاء هناك تحريك بعض الملفات، معناه كأنما هم يريدوا إريتريا بمواصفات معينة. يعني ناس معينين لازم يكونوا في إريتريا عشان إريتريا دي تشبه إريتريا. وهذا الكلام قالوا سي أبرهة، قالوا إريترا كبسا زي بالله إريترا أيقونتين قاعد يقول فهمت. وديل من جناح الصقور اللي كانوا اختلفوا مع ملا الزيناوي. فإذا الكلام ده نحن ما نقدر نأخذه. حتى موضوع يعني موضوع التنظيمات القومية وكذا، ده برضو ما نقدر نأخذه بحسن نية. اثنين، يعني أنه المعارضة الإريترية مما جات ما في أي شيء. حتى في ناس ما يسمح لهم حتى إطلاق رصاص من داخل إثيوبيا، في حين أن الثورة الإريترية بداية بجبهة التحرير الإريترية ومرورا بالجبهة الشعبية أنه سلحت يعني جبهات التحرير بتاع تيغراي، من جبهة تحرير تيغراي حتى ويانا تيغراي. وفي خلال 17 سنة الناس أصبحوا مدجسين بالسلاح وقدروا يدخلوا إلى أديس أبابا. يعني في حين أنه المعارضة الإريترية ما يسمح لها بإطلاق رصاص. يعني الناس نياتهم ما كانت سليمة. يعني حتى لو كنا نحن عندنا ضعف، لكن برضو هم، والآن الكلام ده بيظهر. يعني أنا بدو في وجهة نظري يا ريت تعلق فيه. ايوه، انا برضه حاجي في الفتره الحاليه وكده. انا ما قلت لك، انا قلت لك الهدف الاساسي بتاعتهم مع كل البتاع كانوا دايرين الشعب الاريتري والشعب الاثيوبي يكون عنده علاقات كويسه، بالذات التجرينيا بتاعتها، لانه هم دايركتلي الحدود بتاعتهم مع التجرينيا بتاعت اريتريا وكده هي، ودخلوا في قصه الجامعات وكده. فانا اتذكر كنا عندنا مناقشات وكده، ليه ما يجيبوا ناس مثلا من السودان شباب برضه يخشوا الجامعات. فقالوا ما عندهم مانع يجيبوا ناس زي ديل، لكن ما يقدروا يعلموهم، يدوهم مثلا دوره في الانجليزي وكده، يعني عشان يتعودوا. فانا بقعد اقول، انا ما قاعد اختلف معك كثير، انا قاعد اقول سياستهم الاساسيه كانت انه هم تتطور العلاقات بين الشعبين، بس مش انه يساعدوا المعارضه الاريتريه انه هي تكون على السلطه. يكون السبب انه هم عندهم دايرين تنظيم او بتاع انه يسقوا عليه لما نجي في اريتريا يكون ما معادي لهم وكده. بس انا اقول برضو ان هم اكدوا لاثيوبيا من ناحيه واحده، اللي هو انه اثيوبيا دي ممكن تعيش بدون ميناء عسل. يعني حتى زمان كان يقولوا الامحره وكده انه خلاص اثيوبيا دي اتخنقت عصب، ما في معناه اثيوبيا. اكدوا انه ممكن اثيوبيا دي تنمو وكده بدون عسل، بالرغم من انه هم اكثر تضررا، لانه من مساوئ عسل لهم انه يدخلوا الحاجات دي كانت من الحاجات اللي انا اعتبرها برضو ايجابيه بالنسبه للناس اللي يشوفوا انه بدون عسل اثيوبيا دي ما تعيش ولا كده. لكن حاجي لك في الوضع الحالي ده. دي معلش قبل ما توصل موضوع عصب، حتى الجنرال صادقان اللي كان هو مكلف وزير الاركان ولا كده بتاع اثيوبيا، هو من تيغراي، تيغراي بيقول احنا اخطانا انه والله نتخلى عن موضوع البحر الاحمر، نتخلى عن موضوع عصب. كان خطا استراتيجي. الناس ما كانوا مقتنعين اصلا. يعني اريتريا دي بدون بحر وبدون عصب وبدون مسوع وكده ما كانوا مقتنعين، كان عندهم اهداف اخرى والان بقت تظهر. يعني ما معقول زي الجنرال صادقان بيكون يعني يغير رايه في خلال كم سنه، مستحيل. كان هو فقط بيروا انه الموضوع ده زي موضوع تكتيك. ايوه انا قلت لك، لكن انا قلت لك في الجناح بتاعت الصقور بتاعتهم قالوا كل الحاجات اللي كان نقول لها خطا. يعني كنا نؤمن باستقلال اريتريا خطا، كون انه عسب ما نشيله خطا. حتى الحزب بتاع ارينا اللي هو ناس قبر اسرته وكده عندهم نفس التوجه ونفس الراي. فانا قلت الكلام ده. لكن اجيك في الفتره الحاليه دي. الفتره الحاليه دي اقليم تيغراي في صراع مع الحكومه الفدراليه في اريتريا. وانا بستغرب، يعني الناس لما مشت في 2011 الى اريتريا وكده الناس كان تتهمها بالخيانه وبتاع وكده، لكن حتى لما المسفن حقوس زار تيغراي وكده يعني الناس بقت تهتم بالمساله دي كانه اكتشاف جديد، هو يعني اكتشاف العجله من جديد وكده. فانا بستغرب نفس الناس اللي كانوا يقولوا ده انه ما ممكن الناس تتعامل مع تيغراي، يمشوا تيغراي وكده. عسى اليوم لانه بس مشى ملا الزيناوي، حتى الدوائر الغربيه بنشوف انه هي مهتمه بالمساله دي، لانه مسفن حقوس موجود فيها. حتى الصراع الموجود ده
بين الاقليم تجراي والحكومه الفدراليه الاريتريه حسب اتطور، يعني قاعد يمشي بوتيره سريعه. يعني حاسس انا وانا اتكلم معك ما بعرف حاصل شنو، لكن اخر معلومات اللي عندي اللي هو ان هم اجازوا لجنه للانتخابات في تجراي، وعملوا هيئه بتاعت انتخابات في تجراي، واعتقلوا 2 من القيادات بتاعت الويانه في اثيوبيا حتى قبل كم يوم، وطلعوا اخذوا البيوت بتاعت سيوم مسفن واباي صهي وفتله ورق اللي هي كانت وزيره في اثناء الفتره الحاليه دي، ومش اباي صهي يعني ابو سبحات نقا. فسبحات نقا يقول انه البيت اللي عشت فيه 29 سنه اخذوه في 7 ساعات، يعني طردوني في 7 ساعات، والمواجهات مستمره. حتى اليوم ارجاو برهي عامل مقابله، هو يقول يقيف مع ابي احمد في تجراي. حسه في اول حاجه نفرق انه الجبهه الشعبيه لتحرير تجراي وشعب تجراي ديل مختلفين تماما يعني. شعب تجراي بس عشان اضيف لك قبل ما تواصل، بالنسبه للاشياء اللي تمت، يعني تم اعتقال يعني 2 من اعضاء اللجنه المركزيه لويانه تجراي في اديس ابابا، والعشرات من كل من ينتمون يعني للويانه، بالذات في المجال الامني يعني كويس، بالذات مع ظهور هذه الحركه اللي اسمها تنقل. هم مشوا هناك وبيشيروا فقط على الناس هنا، هذا بس اعتقل، وابي احمد شغال يعني اعتقالات يعني. وحتى ارجاو برهي ده بيقول انه ايوه اول قلت خلينا ارجع عليها، يعني الشعب تجراي ده والجبهه الشعبيه لتحرير تجراي حسب بقوا 2 مختلفين تماما يعني. حتى الجبهه الشعبيه لتحرير تجراي نفس الاطروحات القديمه بتاع بقت ما تقدر تطرح هسه، لانه الشعب كله ما داير يكون مع اثيوبيا. طبعا دائما طرحهم كان انه هم يعني تقدمهم وكده مرتبطين تاريخيا مع اثيوبيا، وهم عندهم وضحوا كثير من اجل اثيوبيا وكده. الشعب رافض هذه المساله دي، الشعب داير تجراي مستقله، الشعب داير علاقات خاصه مع اريتريا، فحسب متعرضين لضغط كبير. هم بيقوا يقبلوا حسا مثلا التجراي ميديا هاوس ده طبعا وقفوا التلفزيون بتاع التجراي، وقفوا لكن هم اخذوا سبسكريبشن جديد في نايل سات وشغالين، وفي تجراي ميديا هاوس، ولاول مره بدوا يستضيفوا الاغازيان يعني فيوريك انه هم. وحسب اخر مقابله سمعتها كان مع اخوان الاغازيان يسموه، قالوا الاغازيان دي تاسست سنه 2011 وبطريقه علنيه طلعت 2016. فيعني اقل حاجه نقدر نقوله انه في جهات من داخل الجبهه الشعبيه اذا ما كلها يعني جزء يعني يؤيد هذا التوجه وكان يسعى له وكده، وحسه خلق له بلاتفورم يعني. فحسه بقى ما في اختلاف، التوجه الاساسي الموجود حسه انه اذا تجراي داير تبقى دوله مستقله، يعني مثلا في حسه 3 حزب في تجراي اللي هو يسموه سالساي وياني، وحزب الاستقلال لتجراي، وواحد اسمه بايتونا، دي المتحالفين مع الجبهه الشعبيه لتحرير تجراي، وسامحين لهم ان هم يخشوا الانتخابات. معناه هم راضين عليهم يعني، حتى راضين على الحزب اللي يقول استقلال تجراي يعني كدوله مستقله، على عكس الطرح القديم اللي كان عنده. والتوجه الموجود هسه هو يعني الاغازيان بدأوا يشتغلوا بشكل واضح من زمان. انا افتكر الارضيه بتاع الاغازيان وغيرها كانت من ضمن التوجه بتاعت العلاقه، تحسين العلاقه بين الشعبين يعني يمكن بذوره تمشي ل 2011 وكده. فحسه واضح يعني بقوا بشكل واضح تقريبا بيتفقوا انه دايرين يعملوا دوله مستقله، والدوله المستقله بتاعت تجراي دي ما تقدر حتعيش حسب طرحهم في تجراي، او نقول الاغلبيه الراي العام في تجراي انه ما حتقوم وتنجح الا ترتبط مع اريتريا بشيء او اخر، يعني تكون فدراليه كونفدراليه. عشان كده نشوف انه
مسفن حقوس هناك ويحاولوا يجندوا اللاجئين انه يعملوا المعسكر، لكن افتكر خسروا الوضعيه دي. فحسه هل يعني لحد هسه مثلا رجعوا الانترنت الارضي في مناطق كثيره، غير انه في مغله ما موجود، في دريداوة ما موجود، وماشيين تقريبا لمواجهه في الفتره الحاليه هسه بين الحكومه الفدراليه و التجراي. يعني هسه من ضمن الناس اللي مسكوهم واحد اسمه تولدي قبل سعد خان، واحد اسمه تسفالم يحدقو، و والحزب بتاعت أرقاو برهي اللي هو الحزب الديمقراطي ما مسموح له يخش في الانتخابات. نعم. والحزب بتاع علينا ناس قبل أسروا برضه ما مسموح لهم يخشوا في الانتخابات. فالرأي العام بشكل عام والجبهة الشعبية حسه معاه هو انه يستقلوا ويكون عندهم يعني يكتشفوا من جديد العلاقات التاريخيه بين الشعبين وكذا. ودائما زي ما قلت لك انا في البدايه بتاع التاريخ في اتجاه مليليك انه هم يعتبروا دي كانت جزء منهم اريتريا دي، ومليليك باع للطليان واتفقوا عمل حدود وما كان عندهم حدود وكذا، بالرغم من السرعات اللي ذكرتها اللي كانت بين ما يسمون دكتور انت يبدو يا جماعه انا موجود، ممكن تدوني واحد واحد اذا كان الدكتور ما موجود. طيب انا موجود يا جماعه. هل انا موجود؟ اكتب لي واحد 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 واحد. انا موجود يا اوكي، معنا دكتور هو اللي ما موجود. اوكي دكتور ادخل ثاني. انت طلعت، كنت ادخل ثاني. ادخل دكتور. انا قربت خلاص. خلاص جدا، بس انت الان انا حدخلك الان انا. طيب اوكي، فنحن حندخل دكتور قريبين ان شاء الله. بعد كده ممكن نسمح فرصة للأسئلة وكذا. طيب دكتور محمد خير. طيب حندخل بس دكتور. اوكي موجود. دكتور انت موجود الان. طيب في نقطة دكتور قبل ما تواصل وتعمل زي ما تقول ختام، يعني في مسألة غير واضحة، هي يعني لو انت شفت انه مثلا ويعني تقرا الان كانوا بيحكموا اثيوبيا ككل، اوكي، وما كانوا جايبين في موضوع ما يتعلق بموضوع اريتريا يعني بعد 91، بل انما حصلت انه زي ما انت شفت الطرد اللي حصل في من اثيوبيا للاريتريين بعشرات الالاف، وكذلك الحرب اللي حصلت. يعني مش كمان الحرب دي ما حصلت فقط بس من جانب تجراي، يعني كل الاثيوبيين يعني كانوا شاركوا في هذه الحرب يعني. فلذلك يعني الموضوع والان تجي يعني ليس مثلا عبثا، يعني انه والله هذه التنظيمات يقول لك والله ناس ان التجراي، حتى الناس الحزب اللي بيقول الان يعني من قصقاص ناس ان التجراي اللي يقول لك والله نحن اراضي عندنا في داخل اريتريا، كلهم ما يعترفوا باستقلال اريتريا، وديل كلهم ازرع بتاع ويانا تجراي. انا في وجهه نظري يعني لانه ديل اصلا مسموح لهم، وحتى دي
دي تيجراي ميديا هاوس، دين كلهم بيستضيفوا ناس ما يؤمنوا بوجود يعني جزء اصيل من الشعب الاريتري، ما يؤمنوا بوجود يعني المسلمين في اريتريا يعني. وحتى ما اعتذروا، حتى اخر لقاء يعني عاملينه كانوا مع ديل اللي قاعد تقول ازيان، يقول والله ديل زوم اسلامات زوم قبيلاتات زوم زي ارترا مريتنا تجرينيايو ومو نحن زي اتهم زي قلنا كن هو منا ورقات كن هو منا، ده كله استهتار يعني. وده جزء وتي ام اتش تجراي ميديا هاوس هو جزء من ويانا تجراي هو. يعني الكلام ده ما معقول انت تقول في كلام زي ده وحتقول لي والله انا اؤمن باستقلال اريتريا. ما يؤمن باستقلال اريتريا، فقط الجهه الوحيده اللي هي ما عبرت عن رايها بكل صراحه، ممكن قاعد تعمل من تحت هي قياده ويانا تجراي. ما تؤمن، انا في وجهه نظري ما يؤمن باستقلال اريتريا، ما صرحوا عنه كويس. اريتريا دي نفسه كل الناس الان يا اخي ناس جنرال من اسمه ده تخلى برهان ولد أرجاي، اوكي هذا بتاع ناس اللي كان أرجاي دول يجتمعوا مع ناس تصفاتين، ناس ابوي هذا مين ابوي الممهر قبل خدان، بيجتمعوا مع ناس تصفاتين اللي يؤمن بإبادة المسلمين في اريتريا. انت الناس حتقول والله يا اخي اديل يؤمنوا باستقلال اريتريا، مستحيل ناس ما يؤمنوا بقوميات غير قومية التجرينيا في إريتريا، ديل ما يؤمنوا بإريتريا ولا باستقلال. عشان كده يعني الموضوع يعني واحد كان بيسأل يقول ليش نحن موضوع الأمهرة والأورومو وكده ما ندخل يعني في موضوع الأطماع، أوكي؟ يعني الناس زمان الأورومو والأمهر أصلا ما يؤمنوا باستقلال إريتريا من زمان يعني. وحتى حكام اثيوبيا كانوا من الاورومو، هايل سلاسي منقسو كلهم يقولوا من الاورومو، ولكن تابعين لنظام بتاع نفتينيا هم ديل الدوله العميقه بتاع اثيوبيا. هو اكيد هم كانوا من الاورومو يمشي بهذه العقليه، ما يؤمنوا. لكن المشكله في التجراي اللي كانوا يقولوا نحن مع استقلال اريتريا، والان وضحت نياتهم في معظمهم يعني انه هم ضد استقلال اريتريا، ما يؤمنوا. يقول لك بحر عسل كل اريتريا، يقول لك حتى كسل حقنا هو. اذا كيف انت تتعامل مع هذه العقليه يعني؟ وكيف حتى توجه؟ الان شغالين هم في تفتيت يعني مكونات بين مسلمين ومسيحيين، كويس، بين مرتفعات ومنخفضات في داخل اريتريا يعني. فدين بصراحه داخلين. وبعدين انا ما اعرف النقطه دي، يا ريت الناس توضح فيها اكثر يعني. لا انا ما من ناحيه يمكن بختلف معك شويه كده. اوكي انا وضحت السياق التاريخي يعني بتاعت موقف الجبهه الشعبيه. الاسسمنت اللي عملوه في 1985 التوجهات اللي كانت بعدها، يعني ما اقدر اقول الويان تجراي يمكن حتى غيرت رايها، لكن ما اقدر اقول انه ما كانت تؤمن باستقلال اريتريا. ما اقدر اقول الكلام ده. لكن في الظرف الحالي كل الضغط الموجود والجبهه الشعبيه اللي تحركت قاعد تسمح له طبعا تجراي ميديا هاوس بتاعتهم هو يستضيفوا الاغازيان. الاشياء اللي ما كانوا يقدروا يعملوها علنيا هسه بدوا يعملوها علنيا، وده طبعا يشكل خطوره الناس تاخذه في الاعتبار. انا ما قاعد اختلف معك في المسائل دي، لكن تاريخيا من ناحيه سياقه تاريخيه ما اقدر اقول انه الجبهه الشعبيه الوياني ما كانوا يؤمنوا باستقلال اريتريا. لكن ممكن اقول انا انه هدفهم الاخير كان انه حتى لو استقلت اريتريا تجي مع اثيوبيا. يعني قصه الانفصال من اثيوبيا ده حاسه طرح جديد هو بالنسبه للوياني. يعني اصله زمان في البدايه بدوا كده، لكن كان دائما يشوفوا انهم كانوا يقودوا اثيوبيا دي كلها، يعني هم اللي ادخلوا الفدراليه في داخل اثيوبيا. ابي احمد ذاته ما كان يجي لو ما كانت الفدراليه في اثيوبيا. ده هو النظام اللي خلقوه الوياني. لكن بقول يمكن الهدف الاستراتيجي بتاعتهم كان انه حتى لو اريتريا استقلت تكون كيان فدرالي كونفدرالي مع اثيوبيا اللي هم يديروها، واللي هو مع الاريتريين او الجهات اللي تتعامل معهم يحكموا اثيوبيا دي كله بكل ارتياح، لانه يحتاجوا لقوه تكون طرف لهم. حسا هم اخذوا استراتيجيين ما دعموا المعارضه الاريتريه بالطريقه اللي المفروض يدعموها. حسا هم متورطين بين نارين، هم بين يعني حسا مثلا اليوم كان يقول عرقاوي وبرهي انه في زي 250,000 جنود
وبرضه كان في خبر اخر من قناه تابعه لابي تعتبر مستقله لكن محسوبه عليه، بيقولوا انه التجراي هسه عملوا استنفار وعندهم 60,000 في الحدود مع اريتريا وفيها ميسايلس وكده، وفي الحدود مع 60,000 برضه مع في الحدود بتاع الامحره وكده، وجاهزين انه تحصل اي حاجه. فالسيناريوهات اسوء سيناريو انا اللي بقوله هو اللي بيحدث هو انه ابي احمد يضرب التجراي، والتجراي دي تكون تابع له. طبعا عندهم جزء من بالسجننا بارتي بتاع تجراي اللي يقولوا في ناس ارقا وبره اصله ما حصل يؤمنوا كانوا بالاستقلال الاريتريا، برضه قدي زراتيون واحد اريتري واي حاجه وكده، لكن ما يؤمنوا باستقلال الاريتريا وشايفين انه تكون وحده. فديل لو مسك السلطه في تجراي يعني سياسة ده حيجي في تجراي خلاص، يعني تكون العلاقة الاستراتيجية اللي كان هو يفكر بها يمكن قدر يعمل. ده أسوأ سيناريو ممكن يحصل. هل الحكومة حتقدم على عمل عسكري؟ كل الخيارات مفتوحة. فأنا أفتكر أكمل كلامي طيب. هنا، فإذا في بعض الأسئلة ممكن أتناول. يعني ما هو طبيعة العلاقة كيف تراها؟ آخر سؤال هو اللي كان موجود، يعني طبيعة العلاقة بين تيغراي باعتبار أنه هي يعني الجهة الوحيدة في الحدود مع إريتريا من الجانب الإثيوبي. في ناس بيشوفوا يقول لك والله يشوفوا رأيهم في إريتريا أنه هم يعني فقط قومية بعينها وهي قومية التجرينيا. يقول لك نحن ديننا واحد، ملابسنا واحدة، عاداتنا واحد، تقاليدنا واحد وكذا. هو الاستعمار الفرق بيناتنا، يعني ما يؤمنوا بالحدود حتى العمل الاستعمار. يعني كأنما شعوب العالم دي كلها بالتفكير ده كأنه بعد كده إلا كل الخرائط تتلخبط. يعني أن الشعوب الآن موجود، يعني قبائل مثلا في اتجاه السودان لو مشيت قبائل البني عامر موجود في إريتريا، موجود في السودان، قبائل الأورومو موجودة في كينيا وموجودة في اثيوبيا، وقبائل الصومال موجوده في اثيوبيا وموجوده في الصومال، وهكذا. يعني كل بني شنغول في السودان وفي اثيوبيا. فاذا الخرائط هذه كلها موجوده. معناه اذا انت ما معترف باستقلال اريتريا التي اخذت سنه 91 لما تقول كلام زي ده، لكن في حاجه اسمها حسن الجوار. نحن ما في كشعوب يعني اكيد يكون في ناس ثقافه واحده هنا وهناك وفي دول كثيره التعاون. فكيف تراها؟ كان احنا عشان نختم يعني هذا اللقاء بوجهه نظرك، يعني انه وانت اكيد عايش في النرويج، انت عارف سويسرا فيها 4 يعني ولا كم لغات، يعني في الايطالي والفرنسي والسويسري والروماني، وهذه كلها موجوده وعندهم دول. يعني فاذا يا ريت تجمع هذا الموضوع وتدي خلاصه. يعني انا بقول الكويسه طبعا زي ما قلت عندنا علاقات مع جيبوتي، العفر في اثيوبيا في جيبوتي، عندك البن عامر، الحباب في السودان واريتريا، عندنا علاقات مع عبر البحر مع اليمن. فانا بقول انه الاغلبيه الساحقه بتاعت التجرينيا في نظري انا اليوم هي ضد هذا المشروع. في نظري في ناس طبعا يكون اصولهم من تجراي دايرين يتوحدوا مع تجراي، داير ينفوا الوجود بتاعت القوميات الاخرى، لانه دائما انا بقول لما الناس تطرح العلاقات الاريتريه الاثيوبيه تطرحها بين جنوب اريتريا وشمال اثيوبيا، وهذا غير صحيح. لكن اهم حاجه الضمان. اول حاجه قصه اريتريا دي خذوها التجراي وكده انا ما بشوفها، لانه ما وارده، لانه اريتريا اصبحت دوله مستقله في الامم المتحده وكده. حتى تجراي لو بقت دوله ككيان افتكر ما حتقدر تعيش. الحكومه الفدراليه يمكن تتخذ قرار تهاجم ده الباقي لهم، يعني حسا مين وكيف تاخذ الحرب طبيعتها وكذا وتاثيراته ايش حيكون في اريتريا وكذا. فانا اشوف الاغلبيه الساحقه من التجرينيا الاريتريين غير راضين بهذا المستوى. في مجموعه انا بفتكر صغيره وفيري فوكال يعني ظاهرين، لانه التجراي متيح لهم كل المجالات بتاعت الاعلام وكده. لكن يعني الضمان هو قوتنا، يعني قوتنا وتماسكنا وكده. فنحن في وضع حرج، فلازم نوحد قوانا، نقدر نعمل مع بعض
ده قدرنا يعني تجراي هم جيراننا ما حنقدر نوديهم اي حته. فتعتمد في قوتنا، اذا نحن تماسكنا وكده ما في اي جهه تقدر تتدخل فينا، ويشوف الناس انه الوضع ده طبعا فعلا وضع حرج خالص وكده، ولازم نتابع كل حاجه ونشوف السيناريوهات ولازم يكون عندنا بالند يعني كاريتريا يكون عندنا علاقات جيده مع التجرينيا زي ما عندنا علاقات كويسه مع البن عامر والحباب في السودان والعفر في اثيوبيا وجيبوتي. ده هو رايي، لكن الضمان لهذه المساله هو قوتنا ووحدتنا. ما بالضروره نكون تنظيم واحد، لكن على الاقل يكون عندنا هدف مشترك. يعني ده رايي الاخير، وافتكر طيب ممكن نختم دكتور، هنا. بس في نقطة يعني ذكرتها كنت بعدين مريت، يعني مسألة أنه يعني ذهاب مثلا مسفن حقوس إلى تجراي عملت إثارة حول الموضوع، لأنه كان يرى هو زمان في تجراي أنه هم قسموا المعارضة الإريترية وهم ما خلوا المعارضة الإريترية تعمل وكذا وكذا. في النهاية الآن في التصريحات الأخيرة ظهر أن يقول والله أنه يعني تجراي ليسوا هم أسوأ من سياس أفورقي يعني، وعشان كده الناس تشتغل معاهم وكذا، جاي بهذه النظرة. فانقسم الناس بين معارض ومؤيد لهذه الخطوة. فناس يقول ايش اللي تغير يعني، ويانا تجراي هم ويانا تجراي يعني، هم ما ساعدوك لما كانوا في موقف القوة، والآن كيف يساعدوك هم في موقف الضعف يعني. فبس تعليق بسيط يعني في النقطة دي. حتى يعني الناس اللي بيقيفوا مع مسفن حقوس يقول لك انه زمان ويانا تجراي ما كانوا جادين يتعاملوا مع اريتريا، يعني يساهموا في تغيير النظام في اريتريا، لكن حسه ده الطرح اللي هم يطرحوه، لانه حسه عندهم استعداد، لانه هم برضه محصورين وشايفين نفسهم متضايقين. انا بشوفها هم قاعد يحسدوا السياسه الخاطئه اللي هم عملوها، اللي هو يعني اولا تقييمهم للنظام الاريتري ما كان صحيح. كان يفتكروا ما حيشكل عليهم خطوره وحينهار النظام ده والناس حتقول ترجع لاثيوبيا مع تجراي وكده. وده اللي كنت اقول له، العلاقات بين الشعبين وكده اللي كان يعملوا. حسه هم في وضع لا يحسد عليه، بين كماشتين موجودين، بين كماشة اريتريا والحكومه الفدراليه. فزمان اللي ما يتعامل ما افتكر حيتعامل حسه، لا حتى مسفر حقوس موجود فيها او غير يعني في عوامل اخرى اللي هي حتحسم المساله دي. طيب، هل في سؤال من الناس هنا بيقول لك لو سقط الويانة إريتريا ستكون مرتع للأمهرة؟ والله هو تعرف طبعا الأمحرة بشكل عام بالذات الأمحرة القوميين، ودي متأثرة فيهم لحد هسه متمسكين بهايلة سلاسي بمنيليك بتيدروس، يمجدوا في الأباطرة الإثيوبيين القدام لأنه كانوا هم من الأمحرة. والرغبة بتاعت إنه يمسكوا إريتريا من جديد عندهم هذا التصور. وحتى أبي أحمد يعني قال بكل وضوح، يعني قال نحن مش حنحافظ على وحدة اثيوبيا، لكن برضه قال المشوا مننا حنرجعهم يعني، والمشوا منهم هم مين يعني؟ بس اريتريا هي المشت منه. والعلاقات حسن شايفينها ماشيه بين السياسه وابي احمد هي في هذا الاتجاه، والناس تعرف المخاطر الموجوده دي وتبدا تتعامل بجديه اكثر مما كانت تتعامل في السابق يعني. طيب دكتور، أنا أشكرك جدا. فقط يعني نعطي إذا ما عندك مانع فرصة ممكن من المشاهدين، إذا في حد عاوز يتواصل بالماسنجر ممكن نعطي زي كم فرصة، وإذا ما عندك مانع خلاص ادي ثلاثة فرصة كده. أوكي، ما في مشكلة. طيب في هنا سؤال مكتوب من الأخ أظن علي. أنا شخصيا لا أتفق مع الدكتور في تحليله بأن ملا الزناوي كان أكثر ما أعرف هو أكثر حدة ما أعرف في تعامله مع المعارضة. بالعكس زيناوي انهيار نظام أساسي يعرف ليس من مصلحة تجراي، كل ما في الأمر لا يعدو إلا مجرد خلاف. يعني ما أعرف أنت السؤال أنا يعني إذا كان ملا الزناوي كان أنت قلت أكثر كان لا الكلمة الوحيدة اللي قلتها إنه
في اثناء وجود ملس زيناوي كان في اكثر جديه في التعامل مع القضيه الاريتريه وفي اجراء تغيير للنظام، يعني بشكل واضح طرحوا لاول مره انه هم يعملوا في تغيير النظام في اريتريا. فانا قلت هو كان اكثر جديه، وبعده بعد ما توفى هو الجديه دي انمحلت اوكي، يعني. انا عشان كده هو بيقول لك هنا يعني هو بالعكس ماليزيا ما كان عاوز سقوط نظام السياسه افريقيا، يعني هنا يختلف معاك هذا يقول. قد يختلف معي، ده من حقه طبعا، من حقه. اوكي وانا من طيب ما عندي تعليق ولا يهمك. الان حنسمح يا جماعه اذا في عاوز واحد يتصل بالماسنجر يعني ممكن اشوف اذا كان في شيء كان موجود. اوكي عندي سؤال، ماذا تقولون؟ اوكي ده ما اوكي يعني اجبنا عليه. اذا في حد عاوز يتواصل معنا عن طريق الماسنجر شوف اذا كان في حد عامل ممكن يتواصل اذا عنده سؤال او مداخله مع الدكتور محمد خير عمر. اذا ما في ممكن احنا نحاول يعني نختم يعني. طيب اوكي طيب اظن يعني ما شايف في ناس عاملين اتصالات وكذا، ولكن طيب نحن خلينا سؤال اخير يعني المشهد كيف تراه يعني؟ لانه الان اصبح المشهد معقد جدا كاخير. يعني احنا قلنا يعني انا بس عشان الناس تفهمنا برضو مين ده محمود اسماعيل. اوكي في واحد نوري. اوكي لحظه نوري. السلام عليكم. لحظة بس. اوكي السلام عليكم. تفضل. سامعني؟ انا سامعك. اوكي طيب اوكي لحظة بس خليك معي. اوكي تفضل. تفضل اخ نوري. طيب مرحبا، مساء الخير يا استاذ شوقي وعبله. تحياتي للدكتور محمد خير عمر. المهم انا الندوه اليوم فاتتني غايه كذا وكذا. سامعوا؟ سامع. اوكي. والمهم هو شنو، انا يمكن ما سمعت، ما بعرف يمكن فاتني ولا لا فاتني معليش، لكن انا كنت عايز اعرف التداعيات على اريتريا، ونحن ذاتنا الان الشعب الاريتري ده منقسم لجماعات وجزء شنو. فالدكتور يعني شنو اللي نحن ذاك طبعا النظام هو، لكن نحن كشعب اريتري الان الصراع في هو بقى صراع طبعا ما سياسي ذات اسم يعني. نحن يعني ايه الموقف الصحيح اللي ممكن نتخذه كشعب؟ شكرا. يعني فهمت السؤال حقه دكتور؟ ايش الموقف فهمت. الصحيح يعني في هذا الصراع الموجود الان يعني؟ والله هو اوكي شكرا. الصراع هو بين امحره وتجراي وروما وكذا. نحن يعني الان الصراع بقى صراع يعني مع الشعوب يعني، فنحن موقفنا يعني وين افضل شيء ينصح به الدكتور يعني. شكرا. شكرا. اوكي شكرا. والله انا بقول انه الناس تشوف المخاطر الحاليه الموجوده يعني تتطلب انه الناس تعمل اكثر بجديه من ما كانت تعمله قبل كده يعني. وزي ما قلت انا الضمان الوحيد هو يعني قوتنا وتماسكنا ووحدتنا، يعني في محاولات لتفتيت النسيج الاجتماعي، النسيج الديني في اريتريا وكده. عندنا تنظيمات سياسيه كثيره هي ما مشكله، لكن تعرف انه الوضع الموجودين فيه وضع حرج، ما نعرف التداعيات اللي حتحصل مثلا لو حصل ضرب الحكومه الفدراليه والحكومه الاريتريه ضربوا يعني تجراي، التداعيات اللي ممكن تحصل. الامور بتمشي بوتيره سريعه جدا، انت ما تعرف حتى في اثناء اللغه بتاعنا دي حصل ايش. انا ما قادر بتابع، فقد تكون تداعيات يمكن مثيره يعني قصه هجره بتاعت ناس، لجوء، تمكن النظام الاريتري انه هو يخش تجراي وتكون تحت امرته.
ده بيهدد اللاجئين الموجودين في تيغراي في اثيوبيا مع السياسات اللي قاعد يتخذها ابي احمد، وتكون اخر منفذ برضه موجوده كانت تتقفل علينا. اوكي سوري بس واصل دكتور، بس في انا قاعد اتواصل مع اوكي. السلام عليكم. خليك في الخط الاخ محمود، واصل الدكتور. فزي ما حصل الاتجاه اللي قاعد يحصل انه بعض من التنظيمات الاريتريه قاعد تقول ان هي تعمل مع بعض اللي هي قبل كده ما كانت تعمل مع بعض، من ضمنها حزب الشعب الاريتري والمؤتمر الوطني للتغيير الديمقراطي. وفي اتجاهات زي دي، فالناس يعني لازم القوى السياسيه الاريتريه تكون في مستوى التحدي، يعني لانه ما يمكن ان يحصل حتكون عنده مضاعفات كبيره في داخلنا. فتماسكنا وقوتنا هي في النهايه الضمان لاي تغيير يحصل في المنطقه او في منطقتنا يعني. اوكي، تفضل الاخ محمود اسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي للاخ شوقي وتحياتي للاخ الدكتور محمد خير، ومن هنا بسلم عليه واقول له كيف حالك يا دكتور. اهلا وسهلا. انا عندي سؤال: هل صراع القوميات الموجود في اثيوبيا وحدته هل يوجد بنفس المستوى ايضا في اريتريا؟ نفس المستوى؟ ولو يعني شفنا خارطة اثيوبيا ده الشق الثاني، هل ضعف التيغراي هو في صالح طرف معين في اريتريا او كاريتريا عموما يعني؟ شكرا. وضح. شكرا. شكرا اخ محمود. الصراع الموجود بتاع القوميات في اثيوبيا حس على حافه من الانهيار. يعني مثلا الاورومو واقفين بشده ضد النظام بتاعت ابي، ونشوف انه مثلا حصل دمار وقتل بشع للناس اللي ما اورومو في المناطق بتاعت الاورومو وكده. يعني وصل لحد بعيد، وحسه قاعد نشوفه استضاف المظاهرات. يعني مثلا في الاورومو بروتيست، المظاهرات اللي عملوها الاورومو ضد النظام بتاع ابي احمد، وتقابلها في الجانب الاخر المظاهرات اللي قاعد يعملوها الامحره في تأييد ابي احمد. فالصراع قاعد يحتدم، والنظام بتاع ابي احمد ذاته في كف عفريت برضه، لكن نعرف انه في قوى اقليميه وفي قوى عالميه ما دايره اثيوبيا تنهار، وبالتاكيد حيقيفوا مع طرف معين يحفظ وقصه كل الديمقراطيه والتغيير اللي كان ابي احمد طرحه. قاعد يعني يعتقلوا الصحفيين، يعتقلوا البتاع. فالصراع القومي الموجود في اثيوبيا عنده جذور عميقه جدا، هو ما ممكن نمثله مع الصراع الموجود في اريتريا بين القوميات وكده يعني. فده من ناحيه. لمصلحه من ضعف التيغراي، ولا يعتمد انت من اي ناحيه تشوفها. يعني مثلا حتى لو الجبهه الشعبيه دي هزموها وجات قوه في تيغراي اللي هي حتقيف مع سياس ومع ابي احمد، معناها سياس ده حيكون عنده وضعيه خاصه في تيغراي، يعني حيكون ماسك اريتريا وتيغراي، والمشروع يمكن اللي كان يسعى له من زمان يقدر ينفذه اكثر. فالخطوره حتكون برضه على اريتريا. ففي سيناريوهات مختلفه. انا من الصعب حاسه اقول ايش هو، لكن اسوء السيناريوهات اللي قلتها انه يضربوا ويعني تيغراي والسياسه يخش تيغراي زي ما قال ابي احمد، هو داير يمشي في شارع في بغلة، وتجي قوه هي تأيد له، لانه الناس في تيغراي بالمناسبه بدأوا يتذمروا من الجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي. يعني ما في حريه، الوضع الاقتصادي صعب لانه الحكومه المركزيه قاعده تتخذ ضدهم ضغط اقتصادي، بس مش سياسي وكده بس. عندهم التيغراي كان عندهم علاقات كويسه مع نظام عمر البشير زمان طبعا، يمكن علاقات خاصه جدا حتى في سد النهضه وكده. السودان كان يقيف مع اثيوبيا. هذا الوضع غير موجود حاليا. المنافذ اللي عندهم هي محدوده، فيعتمد كيف الوضع في اثيوبيا يتغير والوضع في تيغراي عشان نقول مثلا هل هو لصالح اريتريا او ضده. شكرا. افتكر ناخذ سؤال واحد اخير بس يعني. اوكي طيب، انا قبل الاخير
بس في نقطة، لأنه في الأخ علي حسن حنديه، وقبل الأخير مرتبط الكلام ده. هو في ناس بيقولوا يا أخي نحن الآن ظهرت في الشعارات، لو شفتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه في ناس يقولوا we stand with أبي أحمد، ودي الشعارات ينسبوها للإريتريين وبالذات التابعين للنظام. في بعض الناس بيروا أنه مصيرهم مع ويان التجراي كويس، يقول والله يا أنه نهاية تجراي هي نهايتنا يعني. وانا اقول في السواد الاعظم من الشعب الاريتري لا مع ويان التجراي ولا مع سياسه فوضى. الشعب الاريتري في وجهه نظري هو مع استقلال اريتريا يعني كويس. كان جاء ابي احمد، كان جاء سياسه فوضى، كان جاء ويان التجراي، هو اريتريا هي. فلذلك يا ريت بس تعليقك في النقطه دي يعني. لا انا اتفق معك في الاتجاه ده، ان غالبيه الشعب الاريتري هو ضد، هو مع استقلال اريتري. يمكن السرعات اللي قاعد تحصل دي ما هم ينجح فيها مين، لكن طبعا حتكون انعكاساته كبيره برضو على الاريتريين. فافتكر حتى الناس اللي تتخوف مثلا من الناس الناطقين بالتجرينيا، الغالبيه العظمى والمؤثره هم ضد الطرح المطروح بتاع التجراي تجرينيا وكذا، ما دايرين يرجعوا لورا. اريتريا اصبحت دوله مستقله. الاريتريين اللي قاعدين يقاوموا النظام اليوم اخذوا بعد كبير يعني، وبعد استراتيجي. زمان يمكن كانوا بعض السياسيين كانوا ياملوا انه السياسه ده لو تحلت مساله الحدود حيفتح الديمقراطيه وكده، حسوا دي اللي اقتنعوا. كان مجرد اوهام وحلم وكده، كان يقول لنا زمان كده. فانا بشوف انه اغلب الشعب الاريتري، انا بتفق مع كلامك، هو ممتاز. خلينا اخر سؤال نعطيه للاخ علي حسن. السلام عليكم. يا مرحبا. يا ريت الاخ علي تفضل بس باختصار لو سمحت، لانه الوقت يعني خلاص. يعني افتكر انه على المعارض الاريتريه، ده وجهه نظري هي عليها ان تراجع. اولا تجراي يجب ان نكون واضحين في الموضوع، العاطفه والكلام المنمق ما ينفع. تجراي عنده يعني اجنده معروفه اطماعها في اريتريا، هذا شيء مؤكد هو، والدليل على ذلك حتى الجبهه لما ضربت لهذا المشروع، هذا اشياء يعني معروف. ولذلك نحن حتى لو نعمل مفاضله بين امحره وبين تجراي وكذا، الكل هو يسعى على اساس انه مثلا اريتريا يبتلعها باي طريقه من الطرق، واكثر خطوره هي تجراي. ولذلك المعارضه الاريتريه في تجراي انا اعتقد هي مناوره لسياسه فرق، وليس انه مثلا بامور جديه لاساس ان الشعب هذا يتخلص من الدكتاتوريه. يعني انا بفتكر المعارضه الاريتريه موقفها صعب شديد جدا، لان المنافذ كلها مغلقه، ولكن مع هذا يجب ان لا تلجن انه من تجراي حج الخير. هذه اشياء انا يعني شخصيا ما مقتنع بها، واعتقد المعارضه يجب ان تعمل لشنا حقها. النقطه مثلا عقب عليها الدكتور، ربما ما ركز عليها، عمليه القوميات. الصراع الموجود في اريتريا نحن لو اخذناها بصوره حقيقيه يعني ما ينطبق على اريتريا، القوميات هذه لا تنطبق اصلا. صراع القوميات في اثيوبيا الموجود مش هو بنفس المستوى، يعني بمعنى القوميات القاعد كان يكون في ند بنفس الصوره، الامحره والارمو والتجراي. انا بفتكر ان في اريتريا نحن قبائل وليس قوميات، ولذلك من مفهوم هذا الكلام الأردية أصلا للقوميات هذه يعني بفتكرها يعني فكرة دخلت سياسة فرقي لأشياء يعني يتعب الحديث عليها، يطول في الشرح في الموضوع ده. نعم. فكل الكلام أنا أقدر أقول يا أستاذ شوقي أن نحن في اثيوبيا بصفة عامة، وأكثرهم يعني من يتدخل في شؤوننا الداخلية والعنده التأثير المباشر. واليوم تجراي تجرينيا يعني ممكن قاعد يقول الدكتور فيها اريتريا الدوله ذات سياده. السياسه لما يتفق مع ابي احمد على اساس يعمل الكونفدراليه، ثم الكونفدراليه معناها شنو؟ زي سويسرا وزي كندا. بمرور الزمن ان اريتريا تكون احدى الولايات،
هذه اشياء معروفه. المجتمع الدولي ما عنده دخل في المواضيع هذه، ولذلك لا يديك الحسانه على اساس تقول انت اريتريا دي دوله يعني يعني زي ما تقول عندها حسانه. نعم عندها حسانه، ولكن من اللي يقودها؟ قاعد يقودها هذا الرجل، هو اللي قاعد يعمل الاتفاقيات، وليس المعارضه وليس الدكتور. ولذلك معناه شنو يا جماعه؟ نكون واقعيين. الموضوع سياسه فرقي، يعني يشوف يؤمن بحاجه اسمها اثيوبيا الكبرى، والدليل على ذلك هذا الموجود. انا بختصر كلامي، ما نكون سطحي ولا نكون مثلا انا تجراي يعني قاعد يحصل هذا تجراي تجرينيا وكل الاشياء هذه. ربما نحن حنلقى نفسنا احدى الولايات في اثيوبيا، لانه خارج اللحظه. الاخ علي اوكي وضحت النقطه. شكرا جزيلا، شكرا الاخ. يا ريت دكتور يعني تعقب اذا عندك تعقيب، وعندك تعقيب في ولا هو طبعا طرح وجهه نظر هي، لكن انا اقول حسب التحالفات في اثيوبيا قاعد تتغير. مثلا الاورومو هسه قاعد بدوا يتحالفوا لاول مره مع التجراي. زمان في كان عداء كبير بين الوياني والاورومو، هسه الاورومو والوياني متحالفين مع بعض. الامحره كلهم متحالفين مع ابي احمد. ونحن برضو يعني انا هسه اقول يكون مثلا حقوس ولا غيره، زمان اللي ما يتعامل هسه ما تقدر تتعامل، لانه الويانه هسه محصوره وفي متضايقه، فما حيعملوا اي تغيير. ما يقدروا. زمان لما كان في المعارضه الاريتريه كلها معاهم وبتاع، والمجتمع الدولي كان عازل اريتريا وكذا، ما قدروا يعملوا حاجه. فحسه ما حيقدروا يعملوا حاجه. لكن التنظيمات الاريتريه برضه يكون عندها راي. يعني مثلا هسه المثقفين بتاع الاورومو لما قال السياسي داير يتدخل في اثيوبيا وما حيسكت وهو ضد الفدراليه، المثقفين بتاع الاورومو اصدروا بيان وقعوا فيه زي 25 ولا كده من كبار مثقفي الاورومو، اللي هو قالوا انه هذه الامور هم ضدها وكده، والتدخل والفدراليه وكده. حس الصراع فيه بين الامحره اللي دايرين دوله موحده والاورومو والتجراي، وبرضه المجموعات القوميه الاخرى في اثيوبيا اللي دايره النظام الفدرالي. فالصراع يمشي وين ما معروف. لكن نحن اهم حاجه نقوي الكيانات بتاعتنا ونتوحد ونتماسك اذا دايرين نفشل اي. وهي كانت معلقه. وشكرا يعني، وشكرا لاستضافتك. شكرا لاستضافتك لي وشكرا للمستمعين اللي كانوا معنا، وشكرا جزيلا. انا بصراحه الكلمه الاخيره بها نختم، وهو يعني نحن كشعب اريتري ويعني وقواه الحيه يعني الموجوده، المفروض نحن نقوي صفوفنا ونقوي يعني نكون متماسكين ويعني جبهتنا الداخليه في اريتريا، وبالذات يعني اريتريا التي يعني تم يعني استقلت بتضحيات من الشعب الاريتري عشان نحافظ عليه. لا يستطيع لا جيران ولا دول اخرى، لانه اذا كان نحن اريتريا، الثوره الاريتريه الاخ دكتور محمد خير انتصرت على اثيوبيا بكل قومياتها. يعني طبعا الانظمه يعني موجوده، و50 مليون في مقابل 3 مليون، فما بالك اليوم واثيوبيا هي ذاته ممزقه وكذا يعني. فاذا يعني نحن عاوزين زي ما قال دكتور محمد خير انه الاريتريين لازم الناس تكون واعيه لكل المؤامرات القريبه والبعيده وتوحد صفوفها، والناس تحاول تبعد عن النعرات اللي بتجيب الانقسامات بين الشعب الاريتري. وان شاء الله ربنا يعني يكفي الشعب الاريتري كيد الكائدين، وانه اريتريا تكون للاريتريين يعني ارضا وشعبا. ولكن الشعب الاريتري ما عنده مانع يتعامل مع كل الشعوب المجاوره، يعني كان تجراي، كان هنا في السودان، كان حتى يعني الشعوب الاثيوبيه كلها، اورومو، امحره، كله. ونحن المفروض، انا دي نقطه اخيره، يعني ما نركز على نشوف اثيوبيا بعيون بتاع تجراي. يعني نحن نشوف اثيوبيا كاثيوبيا كشعوب، تجراي، اورومو، امحره، بني شنغول، الشعوب الجنوب، الصومال، العفر، كل هذه الشعوب نحن المفروض نشوفه ونتعامل معها. وهكذا كانت عقليات مؤسسية الثورة الإريترية مثل الشهيد عثمان صالح سبة، يعني كانوا بيتعاملوا مع هذه الشعوب بحيث أن يكون عندها روابط. الآن مشكلة نحصر نفسنا في تجراي، وفي تجراي كمان في
جهاز المخابرات. ده شيء عيب، يعني عيب بالنسبه للشعب الاريتري. نحن شعب يعني لنا صح انه سياسه فورقي ونظامه يعمل فينا كل هذه الاشياء، والشعب الاريتري اتهان يعني في كل هذه 30 سنه، ولكن نتمنى ان شاء الله ونرجو ان الناس تجتهد وتعمل. ونشكرك دكتور محمد خير عمر الذي كان ضيفا في هذه الحلقه، والتي كانت تتعلق بأطماع تيغراي وأطماع وحلم تيغراي في إريتريا الماضي والحاضر والمستقبل. وتحدثنا من أكسوم إلى يومنا هذا مرورا بالثورة الإريترية والمعارضة الإريترية، وإلى أن وصلنا إلى الصراعات الموجودة في إثيوبيا. وإن شاء الله نشكركم على الحضور والاستماع، والناس اللي ما اديناهم فرصة يعذرونا، لأنه هذا الجزء الثاني. الجزء الأول موجود في الصفحة والناس ممكن تتابعها، لأنه في معلومات قيمة ذكر الدكتور محمد خير تاريخية مهمة جدا، لأنه كان عاصر كل هذه الفترات اللي تتعلق بالثورة الإريترية وعلاقاته كذلك في ما يكتب ومتابعته للوثائق المتعلقة بإريتريا. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.